أهلا بيكم في محاضرة Back to Life by Psychodrama. أنا أسماء عبد الرحمن، أخصائية نفسية ومعالجة بالسايكودراما. ورغم إن دي المحاضرة رقم ما تعدش يا جميل اللي أنا بعملها، إلا إني لازم أول 5 دقايق كده أبقى متوترة ومش عارفة هقول إيه، ويعني بقعد لي شوية كده، فعادي ده عادي. بعد كده بقى بشمر وبتكلم وباخد راحتي. أنا من 8 سنين ابتديت شغل في السايكودراما، ودي أول مرة أتكلم عن السايكودراما لسبب عجيب غريب مريب كده، هو إني أحيانا تصورت إن الناس كلها عارفة يعني إيه سايكودراما، إن الناس كلها فاهمة يعني إيه، إن المفروض الناس تكون عارفة يعني ما هي أهمية السايكودراما في حياتنا. فخلوني كده أبتدي يعني خلوني كده خلوني كده أرحب بيكم الأول. خلوني كده أرحب بيكم الأول. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وبعدين خليني أدردش معاكم في تاريخ السايكودراما بالنسبة لي. يعني السايكودراما بالنسبة لي إيه، وأنا ابتديت فيها إزاي، والحاجات اللطيفة دي كلها. زي ما قلت أنا أخصائية نفسية ومعالجة بالسايكودراما، ده الحالي. من 8 سنين بقى، من 2016. في 2016 أنا ما كنتش بشتغل سايكودراما، وما كنتش أعرف يعني إيه سايكودراما. ولكن أنا قبل ما أشتغل مع الناس العادية، أنا كنت بشتغل مع الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وكنت بشتغل معاهم بشكل تطوعي جدا. وبس كنت بحب التمثيل، يعني كنت أروح أخد ورش تمثيل، كنت أحب أعمل الحاجات كلها بالتمثيل، وطبعا الإشارة لأني كنت بتكلم لغة الإشارة، فلغة الإشارة كنت بعلم الناس إشارة عن طريق التمثيل. إلى أن يوما ما يشاء العلي القدير، أثناء رحلة التوهان اللي الواحد كان ماشي فيها، بيجرب ده وبيجرب ده وبيجرب الحاجة اللي بيحبها، أسمع إن في حاجة اسمها سايكودراما. حلو قوي، يلا بقى نروح نشوف إيه السايكودراما. رحت حضرت السايكودراما، وانا ما اعرفش ايه السايكودراما، بس هو يعني الفضول وداني اروح احضر سايكودراما، زي ما كتير من اللي حضروا معايا لغايه النهارده الفضول كان واخدهم ان هم يحضروا يعني ايه سايكودراما وما يعرفوش يعني ايه سايكودراما. فرحت حضرت ورشه السايكودراما، وانا من الناس اللي كان مستبعد جدا بالنسبه لي ان انا اتكلم قدام حد، انا اقول مشاكلي قدام. انا ما كنتش اقعد قدام حد غير لما يقول لي انت خصوصيتك عاليه، انت خصوصيتك عاليه. ما كنتش اقعد قدام حد غير لما يقول لي انت خصوصيتك عاليه، ايه يا جماعه في ايه؟ فكنتش ابدا اتكلم قدام حد. دخلت الورشه كانت طويله، كانت مكثفه يعني. فجاه وبدون مقدمات كده، بعد شغل اللي عملناه في الورشه، وجات المرحله الاخيره في الورشه اللي هي بنحط بقى القماش، ومين يشترك، مين هيقول حكايته. لقيت نفسي اول واحده قدمت، انا عايزه اتكلم، انا عايزه اقول. وعلى الرغم من ان كل الحضور ما كناش نعرفهم، بس انا هقول لكم دلوقتي ان احنا في السايكودراما بنمهد ان احنا نبقى عارفين بعض عادي جدا، بنخرج يعني بنبقى جوه الورشه كاننا عارفين بعض بقالنا سنين. لقيت نفسي بقول، وكان الجميل بقى في الموضوع ان انا قلت حاجه كان بقالي 13 سنه سجنه نفسي فيها. يعني شاركت بموضوع كان بقالي
13 سنه ساجنه نفسي جوايا، وحاسه انه ما ينفعش اقوله، وحاسه انه ما ينفعش اتكلم فيه، ويعني وانا بقوله كنت يعني منهاره وانا بتكلم وبتاع. فبعد ما اتكلمت في الموضوع ده وبعد ما الورشه خلصت، لقيتني اني طلعت بحاجتين مهمين قوي. اولا اني خرجت من السجن اللي انا كنت ساجنه نفسي جواه، اتكلمت، قلت الحاجه اللي انا ما كنتش عايزه اقولها او ما كنتش عايزه اروح بيها. وبعد ما قلتها لقيت انه عادي. يعني دي كانت صدمه بالنسبه لي. لقيت ان كل اللي حواليا بيقول لي فين المشكله بقى. يعني هم طبعا ما قالوهاش بنفس النص ده، بس هي كان تقريبا ده المعنى، اللي هم كانوا بيسمعوا الكلام متعاطفين معايا جدا، بس الموضوع مش كبير قوي كده يعني. او انا بعد ما قلته شفته قدامي، خرج من جوايا بقى قدامي، حسيت انه ما كانش كبير قوي كده. ما كانش كبير قوي كده لدرجه ان انا اسجن نفسي فيه السنين دي كلها، ما كانش كبير قوي كده. انا اللي كنت مكبره الموضوع في دماغي قوي. فخرجت من الموضوع اللي هو طب ما احنا لما بنشوف الحاجه ونكلمها ونجسدها بتبقى احلى، بنقدر نديها حجمها الحقيقي. وانا كنت ساجنه نفسي السجن ده كله ليا. المهم بعد ما حضرت، عشان ما اطولش عليكم، قولوا لي طولي ولا يهمك عشان اكمل بس طول براحتي. شكرا شكرا. آه قررت اني عايزه احضر سايكودراما. احضر سايكودراما، مش ادرس سايكودراما، مش هشتغل سايكودراما، احضر سايكودراما. فضلت احضر سايكودراما لمده سنه كامله، سايكودراما وورش وي 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 لمده سنه كامله، قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما ابتدي اشتغل فيها. وشفت تاثيرها على حياتي انا الشخصيه عامل ازاي، شفت هي اثرت عليا انا ازاي. بعد ما اشتغل، بعد ما خلصت رحله علاجي انا في السايكودراما او تعافية انا الشخصي بالسايكودراما، ابتديت اتجه الى دراستها. طبعا يعني انا اداب علم نفس، يعني انا معايا كليتين، اداب علم نفس وشريعه اسلاميه جامعه الازهر، شريعه اسلاميه الاول وبعدين اداب علم نفس. رحت بقى درستها واخدت فيها دبلومات واخدت الزماله واخدت وابتديت اشتغل يعني امكسها. هقول لكم دلوقتي هي السايكودراما عباره عن علم النفس والدراما، مزيج بين علم النفس والدراما. فكنت بروح يعني اعمل كل حاجه لوحدها، اذاكر علم نفس واذاكر دراما وامزجهم، وبعدين رحت درست السايكودراما نفسها، وبعدين رحت خدت العلاج بالفنون، وهكذا يعني. ده في الجانب الدراسي. بس وانا بعد ما ابتديت ادرسها كنت بدرسها وانا عارفه تاثيرها، وانا عارفه هي بتعمل ايه في البني ادمين. عشان كده دايما وانا بتكلم عن السايكودراما وانا عارفه، عشان كده هقول لكم اسالوني لان انا عارفه نفسي. دايما لما بتكلم عن السايكودراما بتكلم عن قد ايه هي جميله، قد ايه هي مؤثره، قد ايه هي بتساعدنا، قد ايه هي فرقت في حياتي الشخصيه. وبعدين اكتشف بقى ان في حد كده يقول لي هو ايه بقى السايكودراما اصلا. ده من الحاجات اللي بتفاجئ بيها جدا، بحس ان انا بتكلم يعني المفروض فعلا قبل ما اتكلم اعرف ايه هي السايكودراما، ده برضه يعني حق مشروع على كل موضوع. ف فمن يوميها من 2016 الى الان انا عاشق، انا بروح ورشه السايكودراما وانا مستمتعه، سواء وانا بشتغل. انا بروح ورشه السايكودراما اللي انا بشتغل فيها مع الناس كميسره لورشه السايكودراما، واحيانا بروح تاني احضر ورش سايكودراما كمتخصصه، بنحضر ورش مع بعض المتخصصين. فانا السايكودراما بالنسبه لي اللي هي الشغف، الحب، اللي هو يعني اللي حضروا معايا ورش سايكودراما عارفين ان انا بروح قبل الورشه بساعتين، بصحى بدري، ما بنامش الليله اللي قبلها، انا مبسوطه وانا رايحه، انا بشتغل شغلانه انا بحبها. طبعا انا مش بشتغل سايكودراما بس ده مش مجاله، يعني انا مش شغلتي سايكودراما بس، انا تدريب اصلا واخصائيه نفسيه، ولكن السايكودراما
هي الطريقه المزاج اللي انا ببقى مبسوطه كده. امل بتقول والله هو بيبقى فيه استمتاع، مش عارفه ازاي وبقيت مدمنه الحضور معاك يا سمسم. والله انا اللي بقيت مدمنه معاكم الحضور، مش احنا الاثنين عايزين حد يعالجنا بقى في الادمان. طيب عشان ما انا عارفه نفسي لو استرسلت في الكلام مش هقف، فخلوني ابتدي باسئلتكم، بالذات اسئله الناس اللي ما حضرتش معايا قبل كده سايكودراما. يعني قولوا لي انتوا ايه الاسئله اللي في دماغكم عشان اجاوب عليها الاول قبل ما اقول الحاجات اللي انا محضراها. اتفضلي يا دعاء. السلام عليكم اولا. عليكم السلام. مبسوطه اني بحضر معاكي. انا يعني حضرت معاكي محاضره قبل كده سكينه. حقيقي كنت مستمتعه جدا وانا بسمعك. فانا محتاجه افهم يعني ايه سايكودراما، لاني بسمع انا في مجال البرمجه اللغه العصبيه من سنين، وفي مجال التدريب من 2013، ودايما بسمع عنها رغم اني درست صحه نفسيه وكوتشنج وحاجات، بس دايما انا حقيقي ما درستهاش. تمام. بس بسمع عنها وعن أهميتها، فأنا محتاجة أفهم المجال ده أولا. ثانيا، هل هيساعدني في شغلي وحياتي أولا أو لا؟ يعني حياتي الشخصية قبل شغلي. عفوا، هيساعدك كمعالجة كمتدربة. كوتشنج. أنا كوتش، أنا ريليشن شيب كوتش واستشاري علاقات زوجية. فاهمة. أقصد أنت عايزة تعرفي استفادة السايكودراما لو أنت حضرتيها أو لو أنت اشتغلتي بيها على نفسك ولا كإنسانة، ولا وانت بتشتغلي بيها مع العملاء؟ ده بس السؤال. انا عادة اتعودت اني بشتغل على نفسي الاول وبعدين بشتغل مع العملاء، فهتفرق اكتر يعني. تمام، يلا بينا. بصي يا ست شكرا. البنات. شكرا. بصي يا ست البنات، السايكودراما هي شكل من اشكال العلاج النفسي، طريقة من طرق العلاج النفسي، وبتندرج تحت طريقة العلاج بالفن. يعني هي شكل من أشكال العلاج بالفن، ولكنها بتعتمد على الدراما والتمثيل والحركة والتجسيد، وأحيانا بنستخدم فيها الموسيقى، أحيانا بنستخدم فيها الألوان والرسم، لكن هي الأساس بتاعها الدراما والتجسيد والحركة. تمام؟ السايكودراما نوع مش نوعين، جزئين. سايكودراما، كلمة سايكودراما هي عبارة عن سايك اللي هي النفس، والدراما اللي هي الطريقة اللي بنستخدمها، فهي سايكودراما العلاج بالتمثيل أو الصحة النفسية بالتمثيل. طيب، إيه تاريخ السايكودراما وإيه بقى إيه يعني جات لنا منين السايكودراما؟ هي الموضوع ابتدى هي جذورها من زمان قوي، يعني هي جذورها أو تاريخ السايكودراما من زمان قوي، لان النفس البشريه من زمان قوي، والدراما والتمثيل من زمان قوي، فاستخدامهم مع بعض برضه كان من زمان قوي. لكن ظهورهم كطريقه علاجيه كان في الثلاثينات عن واحد اسمه جاكوب مورينو. هو كان من فيينا تقريبا، او هو خد الطب بتاعه من فيينا، وهو كان احد تلامذه فرويد. هو شاف فرويد وشاف طريقته في التحليل وشاف الحاجات دي كلها، بس هو كان موهوب اكتر او حابب اكتر التمثيل، وكان بيشوف المسرح تحديدا. كان كان بيشوف الاطفال وهم بيمثلوا مع بعض، بيعملوا المسرحيات بتاعتهم مع بعض. لما كان هو بيشتغل نفسيا على الأطفال كان بيشوف إزاي الأطفال بيقدروا يتعافوا سريعا جدا عن طريق إن هم يعملوا مسرحيات ويتكلموا ويردوا على بعض ويجسدوا الحاجات دي كلها، إزاي بيقدروا يتعافوا بسرعة. فجت من هنا فكرة السايكودراما، إن هو يبتكر طريقة عن طريق العلاج النفسي عن طريق الدراما. وطبعا مش معنى كده ان انا عشان درست مسرح مثلا، يعني انا درست مسرح ومثلت مسرح، ان انا دارس مسرح اني انا على طول اخش اشتغل في نفسيه الناس، لان السايكودراما ليها تكنيكس، ليها طريقه،
ورشه السايكودراما نفسها ليها طريقه، فليها دراسه. طيب انا هو كتر خيره لما جاله لما فرويد ساله انت بتعمل ايه؟ وايه يعني الطريقه الجديده بتاعتك دي؟ رد لطيف قوي، قال له انت بتفكك الناس، انا بجمعهم. وده حقيقي اللي بيحصل في الورشه. السايكودراما مبنيه على كتير تحليل. احنا في الورشه او في شغلنا في السايكودراما كتير بنفكك الصراعات اللي موجوده جوانا، كتير بنفكك افكارنا، كتير بنفكك مشاعرنا. دايما نكون كده بنخلصهم من بعض، بنخلص الصراع ده من بعض، ولكن في الاخر بنجمع الانسان ده نفسه، بنجمعنا دي. فجاكوب كان بيقول انه بيجمع الانسان، وفرويد بيفكك الانسان، او المدرسه التحليليه بتفكك الانسان، اما السايكودراما فبتجمع الانسان. طيب السايكودراما بتشتغل على ايه؟ السايكودراما او يعني انا لما يبقى عندي ايه اجي لك لما يبقى عندي ايه يا فندم اقدر اتجه لسيادتك عشان اشتغل بالسايكودراما. السايكودراما بتشتغل على احلى ما في السايكودراما، احلى ما في السايكودراما انها بتشتغل على كل حاجه. يعني لو حطيناها في جمله فهي بتشتغل على الصراع، سواء صراع الانسان بغيره او صراع الانسان بنفسه. يعني لو حبينا نشتغل على العلاقات، السايكودراما في العلاقات، السايكودراما هتلاقيها بتشتغل على علاقة الإنسان بأهله، علاقة الإنسان بالشغل، علاقة الإنسان مع الآخر، علاقة الإنسان مع المجتمع. نقدر نعمل ده في السايكودراما جدا. طيب أنا جوايا، وده اللي أنا تخصصي، لأن أنا مش يعني السايكودراما ينفع نشتغل بيها في العلاقات طبعا. أنا بهتم أكتر بعلاقة الإنسان بنفسه، لأني بشوف إن علاقتي بنفسي الأول تتظبط، وبعد كده كل العلاقات اللي حواليها تتظبط. فالصراعات بقى اللي جوه كل واحد فينا اللي هي اكيد موجوده، اللي هو انا صح ولا غلط، اعمل ده ولا ما اعملوش، انا اتجوز ولا ما اتجوزش، انا خايف من الحاجه الفلانيه، اقدم في الشغل الفلاني ولا ما اقدمش، هو انا كده ماشيه صح ولا فلان اللي بيعملوه ده صح، هو انا مثالي ولا مش مثالي. الصراعات الكتير اللي جوانا، وكأن في 3 4 5 10 بيتكلموا جوانا. الصراع ده بنحله بالسايكودراما. ازاي بنحله بالسايكودراما؟ لان الناس اللي حضرت معايا سايكودراما عارفين كويس قوي ان احنا كل حاجه في السايكودراما بتتجسد. يعني خوفي ممكن عزه تبقى تعمل دور الخوف، ممكن دعاء تعمل دور الحب، ممكن هند تعمل دور الانفعال. لو هتكلم في العلاقات ممكن عزه تعمل دور المدير، وندي امل دور السكرتير، وهكذا. عشان كده انا بقول ان السايكودراما هي الحياه. انا ليه دايما بقول السايكودراما حياه؟ السايكودراما حياه لان احنا بنجيب الحياه اللي بره الاوضه، او حتى الحياه اللي جوانا، لان انا بشوف ان احنا جوانا برضه حاجات كتير، وبنخرجها ونتعامل معاها ونتدرب عليها عشان نرجع تاني بقى باتزان نتعامل مع الحياه. هتفيدني في التوتر. ومن السايكودراما، من الحاجات المفيدة جدا في السايكودراما إنها بتشتغل على الانفعالات أو المشاعر كتفريغ كتحرير. يعني أنا دايما بقول إن أنا دارسة بيت باي ذا، يعني أنا معالج نفسي شعوري في البيت، وبعمل جلسات بيت، وبستخدم البيت في شغلي، وبستخدم المدارس العلاجية كلها، يعني بستخدم معرفة سلوكي، بستخدم غيره. بس أنا بشوف إن السايكودراما الطريقة الأعمق في تفريغ المشاعر. يعني الناس اللي بتحضر معايا ورشة سايكودراما وخدوا جلسة بيت مثلا، البيت ده بالنسبة لهم يعني حلويات كده. لكن السايكودراما مثلا بتفرغ الطريقة الأكثر الأمثل في تفريغ المشاعر، الأعمق في تفريغ المشاعر.
السيكودراما بنستخدمها في الاتصال بجسمي، الاتصال بمشاعري، في حل الصراعات، في حل الصدمات. طبعا بتستخدم في العلاجات، في علاج الاضطرابات. يعني اللي عنده اكتئاب ممكن يشتغل على بالسيكودراما، اللي عنده اضطراب قلب ما بعد الصدمه ممكن يشتغل بالسيكودراما، اللي بيعاني من الفقد، فقد عزيز مثلا، حد توفى وهو حاسس انه ما قالوش كل اللي عنده، او عايز يقول له كل اللي عنده، او جواه حاجات عايز يقولها، برضه ده بنشتغل عليه في سيكودراما. ولكن انا شغلي ما بحطش كل دول في ورشه. يعني لو هشتغل مع فئه تبقى كل الفئه في موضوع واحد. لو هشتغل على كرب من بعد الصدمه يبقى كلهم عندهم مشاكل في كرب من بعد الصدمه ونشتغل عليهم كلهم. لكن مش هجيب ناس ما عندهاش مع ناس عندها، بالذات فيما يتعلق بالاضطراب يعني. جاوبتك يا دعاء ولا لسه؟ جاوبتيني، شكرا ليكي. بس عايزة أسأل، بس حاسة شوية ان انا تهت كده، اللي هو لما انا انا اكتب عارفاني مثلا. لما بتكلم، عارفاني لما بتكلم، لا لا عارفاني. لا اتفضلي لا، ما شاء الله اتفضلي. انتي بتستفيضي ما شاء الله. بس عايزه اعرف، كان دايما حد يسالني اللي هو ايه لما يوجعني ايه اجيلك، اللي هو السؤال اللي انت سالتيه في الاول، لما يبقى عندي ايه اجيلك. اوكي، عايزه كده لما مثلا يبقى لو انا عندك حبيت اكتبها. مشاكل. اوكي تمام. حاضر. لو عندك حاجه متعلقه بالمشاعر تعالي لي. لو عندك حاجه تمام. متعلقه بالافكار تعالي لي. لو عندك تمام. حاجه متعلقه بالصدمات تعالي لي. لو عندك حاجه متعلقه بالصراعات تعالي لي. لو مش عارفه تعبري تعالي لي. لو مش عارفه تتكلمي، يعني ما عندكيش المساحه انك تتكلمي تقولي كل اللي عندك، تعالي لي. لو عايزه حاسه ان عندك مكبوته بس مش عارفه انت مكبوته من ايه وعايزه تفرغي كل ده، تعالي لي. لو عندك بقى مشاكل شخصيه. شخصيه، اللي هو مثلا زي ما انا مثلا بشتغل، يعني بتقول لك امل بتقولك انت روحي في اي حاله وهتلاقي نفسك بقيتي فريش ودوسي بقلب جامد، دي نصيحتي. شكرا يا امل. اصل تمام. اصل امل تقريبا حضرت معايا، يعني مثلا انا الورشه الجايه مثلا رقم 34 هي حاضره منهم مثلا 19 حاجه كده. ما شاء الله ما شاء الله. بقى لها معانا كتير. بحضر كل ورشه. واحلى حاجه ان هم دايما في الورشه بيقولوا للي بعدهم بص هو انت تعالى، احنا مش عارفين احنا بنعمل، بس انت تعالى وانت هتستفيد. بس هم مش عارفين احنا هنعمل ايه بالظبط. ف طيب انت كده دخلتيني لسؤال تاني. ثانيه واحده انا ما كملتش، ثانيه واحده بقى. انا طيب يا اوكي امل اتكلمت ماشي. فانا الا الحاجات انا في شغلي بعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه الورش الفرديه اللي هي زي بتاعت ورشه المره الجايه، ورشه يوم واحد بيكون هدفها عام. يعني ايه ورشه هدفها عام؟ التوتر يمشي، نقدر نتكلم، نقدر نعبر، يبقى في مساحه امنه نتكلم فيها، تفريغ المشاعر، الاستفاده من تجارب الاخرين، وهكذا. دي بيبقى اهدافها عامه. حلو تمام. الكلام. في بقى الورش التخصصيه زي مثلا كورس الناقد الداخلي. احنا بنشتغل فيه على موضوع واحد اللي هو الناقد الداخلي، وده مثلا بيبقى 6-7 مرات. تمام. ده بنشتغل بيه على موضوع واحد بس. مثلا إدارة الضغوطات برضو كان الكورس بيشتغل بنفس الطريقة، تقريبا كان 4 مرات. الطفل الداخلي بقى تقريبا كان 5-6 مرات. يعني الموضوع بنمسكه في كورس بقى، ده بيبقى موضوع تمام. واحد كامل. مم. الورش دايما عشان أأكد تاني بيبقى فيه ضوابط لحضور الورشة. منها مثلا إن أنا لو عاملة ورشة عادية بشترط فيها إن ما ينفعش اللي جاي يكون مثلا عنده أي اضطرابات نفسية. نعمل له ورشة لوحده على راسي، بس مش ما ينفعش يجي معاها. ما ينفعش يجي مع الناس العادية، هو اللي هيدعم. ما ينفعش حد عنده أفكار انتحارية. ما ينفعش حد عنده أي مرض نفسي. لا، دول بيبقوا في ورشه لوحدهم. وطبعا ما ينفعش الاخوات، عشان لما نجيب سيره ماما وبابا ولا حاجه، ما الاخوات ما يقعدوش يفتنوا على بعض. ايوه.
تمام. اوكي، قولي يعني لي بقى انا السؤال التاني. دلوقتي السؤال التاني اللي هو انا يعني اما اجي احضر سايكو دراما انا بحضرها علشان نفسي، علشان دعاء. مم. ولكن لو انا حبيت اتخصص بقى في الموضوع، هل ده برضو حلو. مع مم. يعني فهمتيني؟ اتفضلي كملي السؤال، عايزه كملي. اللي لا هو انا ان انا بقى بستعجل. ادرس لحد ما اتخصص، لحد ما انا اشتغل بيها، ده اللي اقصده. طيب. ده آه، برضو معاكي ولا؟ بصي انا هقول لك انا تجربتي الشخصيه، وانا في دبلومه بتتعمل لده، بس يعني ايه، مش هعلن عنها دلوقتي بصراحه. يعني مش هم الناس اوكي. اللي بيشتغلوا معايا عارفين كويس ان انا ايه، ماشيه بنور الله كده. اخمر الحاجه جوايا الاول، تتخمر لها بقى سنه 2 3 4 ما هي وراحتها، اه، وبعدين فاهمك. اطلعها للجمهور. تمام. يعني مش اللي هو كل يوم بنعمل حاجه، احنا نشتغل على نفسنا وبعدين نطلعها للناس. انا دراستي ايه، او انا اشتغلت سايكو دراما ازاي؟ انا ادب علم نفس طبعا. خدت دبلومه سايكو دراما في الاكاديميه العربيه لفنون التمثيل والدراما، ولكن للاسف قفلت. خدت زماله زماله العلاج بالفن، وللاسف برضو ما بقتش متاحه. خدت طبعا انا زي ما قلت لك حضرت سايكو دراما لاكثر من سنه. الجانب الاخر انا كاسماء قسمت السايكودراما ناحيتين. خدت علم النفس، درست علم النفس لوحده، ودرست دراما ومسرح وتمثيل، ورحت حضرت ورش ومثلت ومش عارف ايه، عشان اقدر ادمج التولز بتاعت الدراما مع علم النفس. ده طبعا بالاضافه عشان اعزز بس، لكن طبعا ده بالاضافه لدراسه السايكودراما نفسها اللي انا خدتها في الاكاديميه العربيه لفنون التمثيل والدراما، واللي قفلت بالمناسبه تاني عشان ااكد بس. طيب في دلوقتي اماكن بتدي سايكودراما، المعتمده منها مؤسسه الرخاوي بتدي سايكودراما، مؤسسه سوا بتدي سايكودراما، و ومعهد دراما بلا حدود بيدي سايكودراما. دول المؤسسات اللي انا اقدر اقول لكم، يعني انا المؤسسات اللي انا عارفاها ان هي بتدي سايكودراما بشكل احترافي. بس انا كده جاوبت على السؤال ولا؟ هل جاوبتي التسجيل ده طبعا، هناخده؟ شكرا ليكي. اه، الشكر لله. هنزله على الصفحه عندي. هنزله على الصفحه عندي. الشكر لله يا حبيبتي. عايزه اقول ايه تاني؟ انا مش يعني انا المفترض ان انا بدرس في دبلومه، يعني في دبلومه علاج بالفن شامله، منها جزء سايكودراما. يعني علاج بالفن شامله الوان وغيرها، ومنها لان طبعا السايكودراما شكل من اشكال العلاج بالفن زي ما قلنا، ومنها السايكودراما. بس انا لسه دي مش هعلن عنها يعني دلوقتي، لان الراوند اللي فات اتعمل، لسه الراوند الجاي، فلما اعلن عنها هقول. ايه تاني؟ ايه تاني؟ قولوا لي ايه تاني قبل ما ابص انا على الاسئله اللي عندي. اه، السايكودراما بتعتمد على التلقائيه. مورينو كان بيقول كلمه حلوه قوي، بيقول عمرك ما هتبقى تلقائي وانت قلقان. يعني انا اول ما ابتديت المحاضره، كالعاده انا اول دقيقتين كده ببقى قلقانه، مش عارفه اتكلم، كنتش عارفه اتكلم براحتي. بعد ما اتكلمت بقى يعني بعد ما خلاص خدت على الموضوع وابتديت اتكلم، لا بقيت تلقائيه. انت عمرك ما تبقى تلقائي وانت متوتر. عشان كده بقى في ورشه السايكودراما، وخصوصا ان احنا بنبتدي، خليني اقول لكم احنا بنعمل ايه في ورشه السايكودراما. الورشه الاول بتبتدي بحاجه اسمها تمارين الاحماء او التسخين. نسخن. احنا معانا ناس ما يعرفوش بعض، فازاي هخليهم ياخدوا على بعض، يتكلموا قصاد بعض، ما يبقاش عندهم مشاكل ان هم يبقوا مع بعض. دي لوحدها كده، يعني دي حماده كده، دي لوحدها تقريبا اساس الورشه. تمارين التسخين او تمارين الاحماء
هي اساس الورشه، لان هي دي اللي هتخلي اني اخلق مساحه امنه اقدر افرد بيها بقيه الورشه. ففي السايكودراما بيبقى في تمارين الاحماء. ايه تمارين التسخين دي؟ ان انا افك التوتر، ان انا افك القلق، ان انا اقدر اعمل حاجه كله كده يعملها وكله يبقى عادي وكله يبقى تلقائي، وما يبقاش تمرين واحد، اكتر من تمرين. حتى لو هنقول اسامينا بطريقه معينه، حتى لو هنتكلم هنعمل تعبير معين، الناس كلها اصلا بتبقى داخله عامله كده يعني. بعد شويه بنبتدي نخش على حته اعمق. ازاي هخلي الناس دي تقدر تتكلم؟ فبديهم تمارين ممكن يعملوها مع بعض، تمارين كل اتنين كده يعملوا حاجة مع بعض ويبدلوا، كل اتنين يعملوا حاجة ويبدلوا، وهكذا لغاية ما تقريبا كل الورشة تبقى بتتكلم بعض، أو قدروا يتكلموا مع بعض، أو قدروا ياخدوا على بعض. بعدها بنبتدي بقى نخش على المنطقة الأعمق، وهي تمارين الإحساس بالجسد، اللي هي أنا بسميها تمارين هنا ودلوقتي. إن أنا أجي الورشة بقى، أسيب بقى الحاجات دي كلها بره وأجي الورشة بقى. تمارين الجسد، تمارين الحضور بالظبط، تمارين إني اجي جوه الورشه، اجي بجسمي، اجي بمشاعري، اجي بافكاري. بعد كده بندخل على تمارين المشاركه، نبتدي نتكلم مع بعض في الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها. المرحله اللي بعدها بتكون تمارين الدراما. الدراما بقى، الدراما نوعين: دراما مع الاشخاص، يعني أسماء عندها مشكلة مع باباها، إيمان عندها مشكلة مع مامتها، حد عنده مشكلة مع زوجه، مديره، أيا كان. فهي حاجة أشخاص مع حد من بره. وأحيانا الدراما بتبقى معانا إحنا شخصيا. أنا حاسس إني مش عارفة أخد الخطوة دي، أنا مش عارف أتقدم في الموضوع، أنا مش عارف أمشي في الحكاية دي. أنا عندي مشكلة كبيرة إني كل ما بعمل حاجة بحس إن في صوت جوايا بيقولي أنت مش صح. إن أنا كل ما بتقدم خطوة ما بحسش بيها وما بحسش بأي نجاح. مهما اشتغلت ما بحسش بنجاح. كل الحاجات دي أصوات، كل الحاجات دي حاجات جوانا. بنخرج الحاجات دي ونبتدي نتعامل معاها، نبتدي نجسدها، نبتدي نكلمها، نبتدي ناخد معاها اكشن، نبتدي ناخد معاها قرار، وهكذا. بعد ما بنعمل عملية الدراما بيكون في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة إني أستفيد بقى من اللي حصل ده. إيه اللي أنا استفدته؟ إيه اللي أثر فيا على المستوى الشخصي؟ سواء كنت أنا اللي عامل الدراما، سواء أنا اللي كنت البطل. إحنا بنسمي اللي عامل الدراما ده البطل. يعني في الدراما صاحب المشكلة هو البطل. في السايكودراما صاحب المشكلة هو البطل، مش زي المسلسلات يعني. لا في السايكودراما صاحب المشكلة بيكون اسمه البطل. سواء كنت أنا البطل أو أنا حد بيساعد البطل، فأنا بستفدت إيه على المستوى الشخصي، استفدت إيه عليا أنا، إيه اللي هخرج من ورشة السايكودراما دي هطبقه في حياتي، هيفرق معايا، الحاجات اللي نورت، الاستبصار اللي حصل لي، الوعي الذاتي اللي حصل لي. ودي من الحاجات اللي دعاء ضيفيها لما يبقى عندك ايه تجي
لو عايز ازود وعي بالذاتي، السايكودراما هي الطريقه الامثل ليها. لو عايز ازود الاستبصار الذاتي، السايكودراما هي الطريقه الامثل لها. انا دايما في ورش السايكودراما بحط هدف وانا داخله. الناس بتطلع باهداف تقريبا 10 اضعاف من الهدف اللي انا كنت حاطاه، لان هم بيستفيدوا بعدها استفادات من بعض. يعني انا في الجلسه ببقى واحد، زي ما كان كارل روجرز بيقول المشوره هي المشير. يعني انا هي العمليه المشوريه كلها بتقوم عليا، لكن لما يبقى معايا ناس كتير كل واحد فيهم بتكون استفادة بشكل مختلف. لما نبقى 10 الشخص خرج ب10 تجارب مختلفة، 10 حاجات مختلفة. من الأهداف اللي احنا بنحطها في السايكودراما هو إن الشخص يبقى موجود هنا ودلوقتي، إنه يزود قدرته على التعبير، إن نبقى موجودين في مساحة آمنة، إن يعرف أتصل بجسمي وبمشاعري. الناس اللي حضرت معايا سايكودراما عارفين إني أنا عندي قواعد غير قابلة للمناقشة وغير قابلة للديمقراطية. عارفاها يا أمل؟ ولا مش هتعرفي تتكلمي؟ مش هتعرفي تفتحي المايك؟ لا معاكي تمام. اتفضلي يا فندم، قولي لنا كده ايه القواعد بتاعتنا في الورشة؟ مفيش احكام، مفيش ان انا اتفه من الاخر، مفيش ايه تاني. هم خمسه مفيش، او خمسه خمسة مش. مفيش أحكام، مفيش أحكام، مفيش أسئلة للشخص. ما ايوه بنسألش الشخص انت عملت ايه او سويت ليه او ما عملتوش ليه. هو بيتكلم على قد ما هو عايز يتكلم، لغايه ما يوقف. بالظبط، عشان ما نبقاش فتحنا الأوضة المقفولة بتاعته. هو بيفتح على قد ما هو عايز يفتح. بالظبط يا فندم. وايه تاني وايه تاني؟ مفيش نصايح. مفيش نصايح، ومش بنعلي على بعض طبعا، لا ده انا عندي وعندي وعندي، او بنتفه مشاكل بعض. اوكي، ومفيش مش اه مفيش مش واخواتها. ايه مش واخواتها دي؟ مش عايز، مش هينفع، مش عايزه اكمل، مش مش عارفه هعرف، اقول. ايوه مش مش عارفه هقدر، اقول. مش هتكلم. مفيش مش واخواتها. ليه مفيش بس مش واخواتها؟ لان امم انت مش جاي لي الورشه عشان اقول لك انك مش هتقدر. يعني لما تقول لي انا مش هقدر، اكيد انا مش هامن على اللي انت بتقوله يعني. اكيد. وغالبا كل اللي قالوا مش عملوا، صح؟ اه ايوه ايوه ايوه، حصل يا باشا. كل اللي قال مش بعرف بعد كده بيتدلدق بحاجات كتير قوي. بالظبط كده. شكرا يا أمولة، انت بتنوريني في الورش. انا ما اعرفش اعمل ورشه من غيرك اصلا. تسلمي يا سمسم، ربنا يخليكي، الورشه بتبقى منوره بيكي والله. حبيبتي. آه من الحاجات اللي انا مش ديمقراطيه فيها جدا ان احنا نيجي نعمل تمرين فحد يقول لي مش هعرف. لا مش هعمل. انا مش ديمقراطيه خالص في الموضوع. طالما دخلت معايا الورشه يبقى هتعمل كل التمارين. ليه بقى؟ لان دائما وابدا الشخص بيقول مش هعرف بناء على رؤيته الشخصيه لنفسه. هو شايف نفسه مش هيعرف، هو شايف عشان ما جربش مش هيعرف. لكن انا مش هامن على عدم عرفانك. احنا ما بنقولش مش عارفين الا اذا جربنا. يبقى نجرب وبعدين نقول مش هنقدر. وغالبا ولغايه مش غالبا، هي دائما لغايه النهارده ما فيش حد قال مش هعرف الا وعرف. ما حدش قال مش هقدر الا وقدر. وما حدش قال مش هعمل الا وعمل. فالحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين بنخرج من الورشه عارفين حاجات عن نفسنا احنا فعلا قبل الورشه ما كناش نعرف. مين عايز يسالني ايه تاني؟ مبدئيا بس السايكودراما صعب نعرفها نظري. السايكودراما تجربه بتتعاش. يعني مهما اتكلمنا
في السايكودراما وجمالها وحلاوتها وبنعمل ايه وبنروح فين وبنيجي فين، هي ما بتتعرفش غير لما بتتعاش. عشان كده اكيد بالظبط هي ما بتتعرفش غير لما بتتعاش. فانا اللي حابب يدرس سايكودراما يحضر الاول سايكودراما، يشوفها ويحضرها مع اكتر من حد، مش حد واحد، يحضرها مع اكتر من حد، يحضرها اكتر من مره ويشوفها هتفيده هو على المستوى الشخصي ولا لا، لانها مش سهله وعايزه جرأه. يعني عايزه الشخص اللي بييسر الورشه لازم يبقى جريء، لان هي كلها تمارين وحركه وتختلف تماما عن الورشه ال1 تو 1. الدراما بتنفع للاصحاء اللي هم العاديين اللي ما عندهمش امراض او اضطرابات، وبتنفع للي عندهم اضطرابات وامراض، ولكن اللي عندهم اضطرابات وامراض بيكون ليهم ورش متخصصه. يعني لو اللي عنده الاضطرابات العاديه، لو انا هعمل ورش للاكتئاب ما ينفعش بتاع الاكتئاب يحضر مع الورش العاديه. الاكتئاب اللي هي المرحله الاخيره، اللي هي مرحله اللي هي الافكار الانتحاريه، ما ينفعش يحضر. لو انا هعمل ورشه للي عندهم انفصام بتتعمل لهم في المستشفى. وعلى فكره السايكودراما بتستخدم في المستشفيات، يعني بيتعمل ورش سايكودراما في المستشفيات للمرضى، بنعملها لهم في المستشفى لمرضى الانفصام كلهم، بنعمل ورشه ليهم. لكن مش بينفع نعمل ورش مختلطه بين دول وبين دول. انا في ورشي الشخصيه بطلب من اللي هيحضر انه ما يكونش عنده مرض نفسي او بياخد ادويه نفسيه او عنده افكار انتحاريه. بيقول لي ده وبنعمل بقى على راسي نعمله ورشه متخصصه، لكن ما ينفعش يبقى بشكل موجود مع الناس عامه. تمام؟ عشان هو اللي ما يتعبش، عشان هو اللي ما يتعبش، مش عشان هو، مش عشان احنا، مش عشان الناس يعني. تمام كده وصلت، وشكرا جزيلا. انا كده حتى كتبت المعلومة دي، شكرا جدا. عفوا جدا. حد كده عايز حاجة تاني؟ طيب انا شغلي في سايكودراما، عندي ورشة سايكودراما اللي هي اليوم الواحد، اللي هي زي ما قلنا الورشة المكثفة دي. الورشة الجاية هتكون رقم 34 اللي هي باك تو لايف. 34 دول اللي انا عديتهم، لكن انا مش عارفه هم فعلا 34 ولا لا، بس انا يعني عديتهم فقلت يعني نمشي من اول 30 كده، دول اللي اتعدوا يعني. دي بتكون ورشه يوم واحد، بتكون من 4 ل 5 ساعات، بس ان شاء الله هخليها 4 والوقت مش هيسرح مني يعني. وعندنا الكورسات المتخصصه، الورش بتاع ده. استنوا يا جماعه ما تلخبطونيش. عندنا الكورسات المتخصصه او التدريبات المتخصصه، زي تدريب الناقد الداخلي والسايكودراما، زي تدريب الطفل الداخلي والسايكودراما، زي تدريب اداره الضغوط بالسايكودراما، و طبعا تدريب السكينه. بس تدريب السكينه ما بستخدمش فيه سايكودراما بصراحه، ده التدريب الوحيد اللي انا ما بستخدمش فيه سايكودراما. اقول حاجه، ايضا هو السايكودراما اصلا ما تنفعش غير مع اسماء، ازاي نعملها لوحدنا؟ ما يا بتجيش. يا نهار ابيض، يا نهار، مش عارف يا جماعه. طب يعني يا فندم الواحد مش يعني يا فندم الواحد مش عارف يقول ايه. يا فندم انت عارفه ان انا وشي بيحمر فلم الدور بقى يا اخت. شكري شكري يا فندم، شكرا حضرتك. عايزه ابقى اشتغل سايكودراما على ان انا لما حد بيقول لي كلام حلو ما بعرفش ارد. الى اللقاء، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.